هلا هلا. اليوم ان شاء الله راح نسوي وصفة حلا الاناناس، طبعا حلا الطيبين. عندي هنا كيك جاهز حطيته في الصينية، وعندي هنا علبتين قشطة راح احط معاها 6 حبات جبن وظرفين دريموي. بعد ما خلطت الجبن والقشطة والدريموي راح اصبهم على الكيك. الحين صار دور الاناناس، قطعته صغار وراح اوزعه على الخليط بالكامل. رصيت الاناناس على الحلى بالشكل هذا وراح اغلفه ادخله الثلاجة ونسوي الطبقة الاخيرة. الحين نسوي الطبقة الثالثة. عندي هنا ملعقتين كسر، ممكن نشا زي ما تحبوا، راح احط عليها علبة واحدة او تقريبا يعني اللي هي 330 ملي عصير اناناس، واذوبهم مع بعض وبعدين اولع عليهم النار لغاية ما يثقل قوامها. ضروري في البداية اقلبها كويس لغاية ما يذوب النشا، وبعدين اشغل عليها النار عشان النشا ما يتكتل. طريقة الحلا اصلا انه مو بعصير الاناناس، بالموية اللي تيجي في علبة الاناناس عشان يصير شفاف. بس انا ما افضلها، افضل عصير الاناناس اكثر، فاذا حابين تحطوا الموية انتوا حرين. بزود عليها تقريبا نص كوب موية حارة او ربع كوب. هذا القوام اللي وصلنا له تقريبا زي قوام المهلبية. راح اخليه بس يبرد شوية عشان اقدر احطه على الحلا. بعد ما هدي طبقة العصير هديت شوية، قوامها ثقيل، راح اصبها على طبقة الاناناس. بسم الله. الحين راح اغطيه وادخله الثلاجة عشان يتماسك ويبرد. اذا كان سويتوها بمية الاناناس راح تكون الطبقة شفافة وحبات الاناناس باينة من تحت بشكل يعني اوضح من كذا. هي باينة الحين بس انها خفيفة مو مرة. انا افضل عصير الاناناس عن الموية اللي تيجي في علبة الاناناس.